يا بجحتك يا اخي، تبقى واخد البوست كوبي بيست ومش واخده شير ولا تقول عليه اي حاجه، وجاي تفتح بقك وتقول يوسف الشريف مسلسله مسروق. طب شابوه، لا ده احسن مسلسل، ده اسوء. انت تعرف ايه انت عن السرقه وغير السرقه؟ وانت قاعد اصلا تاخد البوستات كده. اللي يقبل على نفسه بوست على الفيسبوك يقبل اي حاجه اي حاجه. اول لما شركه سينرجي نزلت اعلان مسلسل النهايه، ايه اللي حصل؟ الناس هاتك تحليل، ده مسروق، ده متاخد، ده جميل، ده تحفه، ده اعظم مسلسل، ده اسوأ مسلسل، انا هشوفه، انا مش هشوفه. بسم الله، كان لسه بيقولوا احنا نزلنا الاعلان لا اكتر ولا اقل، وهاتك تحليلات. ما انا جايه اعمل كده برضو، بس انتوا اللي طردتوني لده. قعدتوا تقولوا ان هو مسروق، والناس قعدت تنزل في البوستات دي لحد ما خليته مؤلف المسلسل ينزل هو كمان بوست ويقول ان هو مش مسروق ومصري اصيل. تفتكروا ده حقيقي؟ تفتكروا مش حقيقي؟ تعالوا نعرف. المفكر الروسي التحفه ميخائيل باختين من اوائل الناس اللي قعدت تنكش في الموضوع. هل فعلا في حاجه اسمها سرقه؟ طب ايه سبب السرقات لو بتتم؟ طب في ناس بتقول انها ما سرقتش. طب انا جايه اقول لكم ليه؟ ما انا جايه العب هنا ولا ايه؟ كل ما في الموضوع مصطلح هو اطلقه اسمه الحواريه، يعني ان كل الكلام اللي احنا بنقوله ده مش اصيل، كله بيتنقل عن طريق الحوار من شخص للتاني للتاني للتالت للرابع. الشخص الوحيد اللي كلامه كانش فيه انه خده من حد كان هو ادم، اول انسان في الدنيا على الارض. هيجيب كلام منين؟ ما كانش يعرف يسمي الحاجه. فده وصلنا لنقطه ثانيه وهي تعدديه الاصوات. يعني ايه تعدديه الاصوات؟ يخرب بيتك انت جايه تعقدي لنا الدنيا. هقول لكم تعدديه الاصوات دي اكتر حاجه عايزين تلاقوها فيها الروايه، لان اللي بيكتبها شخص واحد بس، المؤلف، وبتلاقي عنده كذا شخصيه، وكل شخصيه ليها روحها، ليها تفاصيلها، وعامل تاريخها وابعادها النفسيه وابعادها الاجتماعيه، بتحب مين ولا بتكره مين ولا بتعمل ايه في حياتها. طب ثواني يا ضحى، هو كده ممكن المؤلف يكرر شغل؟ طبعا بشكل مباشر وغير مباشر ممكن يعمل ده جدا. عارفين اكبر مثال على ده ايه؟ يا اشرار. ايوه، المؤلف عمرو سمير عاطف، مؤلف المسلسل اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. احنا مش هنتكلم عن المسلسل، هو احنا لسه شفناه، احنا هنهزر. هنلاحظ ان المؤلف عمرو سمير عاطف في اغلب اعماله في نهايه المسلسلات لازم نعمل فعلا. فكره اصلا ان كلامه اصيل وما اتاخدش من حاجه مش حقيقي. في كلام بيتم تكراره عن طريق لغه الحوار من غير الانسان ما يكون باخد باله، لان في الغالب احنا بنتاثر باللي احنا بنقراه. تفتكر بقى بعد كل ده ولسه في حاجه اصيله؟ لا طبعا ما فيش اي حاجه اصيله، كله بيأثر في كله، بس احنا نسكت؟ لا طبعا. المفكرين دايما بيحاولوا ان هم يدعبسوا في نظريات بعض ويزودوا عليها ويشيلوا منها وينقضوها وينقضوها، لحد ما جه جيرار جينا اتكلم وقال انت فاكر يا باختين ان الموضوع كله واقف على الروايه بس وتعدد الاصوات اللي فيها؟ طب على فكره بقى، انت تعرف تداخلات بتتم عن طريق الاجناس الاخرى. يعني ايه الاجناس الاخرى؟ يعني عن طريق الموسيقى وعن طريق اللوح وعن طريق الروايات وعن طريق الافلام وعن طريق المسارح. بس كل ده بيتم ازاي؟ احنا ازاي بناخد من كل ده مع بعضه؟ هقول لك. برغم المسلسل اللي احنا جايين نتكلم عنه شئنا ام ابينا احنا خلاص عرفنا ان هو بيتكلم في المستقبل وبيتكلم على نهايه عالم وبيتكلم عن روبوتات. هل في حاجه مصريه اتكلمت عن ده قبل كده؟ مفيش. نو واي. الموضوع انتهى. يعني هنا احنا دخلنا النقطه ان الموضوع مش مصري اصيل. الافلام اللي بتخص نهايه العالم مش تبعنا، مش تبع احنا. كل ده احنا شفناه في افلام بره، اساطير لما قرينا عن عالم الديستوبيا، لكن ده مش مصري. مثلا الجزء الخاص بان نص وش يوسف الشريف آلي ونصه انسان، ده على طول بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بفيلم ترمينيتور. برضو فكره الفيو اللي قدامنا ده، المكان من جاي من فوق وشكل المباني كده، ده فكرنا بميز رانر. الفيلم نفسه اللي خد اوسكار السنه دي فيلم باراسايت، ما هو متاثر بايه؟ متاثر بترانتينو. ترانتينو بيموت في الرجول، بيعشق الرجول، بيدبدب في دباديب الرجول. نفس نظره ترانتينو للرجول هنشوفها في بونج في المشهد ده، بس كده واضحه وصريحه. هو اتاثر. هل ده عيب؟ هل ده بيدين العمل؟ هل ده بيخلينا نقول ده انت ابن 60 في 70 وسرقت؟ اطلاقا، ده ملوش اي علاقه. بالعكس، ده بيوصلنا لنقطه مهمه جدا اسمها الانتاجيه. لو يا ضحى انت مصطلحاتك كتيره، ده فيديو حضرتك ممكن تثبته وتاخده وتكتب ورايا، مش ازمه يعني. يعني ايه الانتاجيه بقى؟ الانتاجيه ده مصطلح قالته البلغاريه جوليا كريستيفا. القمر دي قالت المصطلح ده. المصطلح ده مرتبط بكلمه تناص. اهو انا عامله كل الفيديو عشان اوصل للكلمه دي. تخيلوا يعني ايه تناص ويعني ايه انتاجيه. التناص بمنتهى البساطه والسهوله في الدنيا هو نفس اللي اتكلم فيه باختين، ونفس اللي اتكلم فيه جيرار جينات، ونفس اللي هتتكلم فيه جوليا كريستيفا، بس كلهم اندمجوا مع بعض ووصلونا في النهايه ان مفيش حاجه اسمها عمل اصيل. كل الاعمال بتتداخل مع بعض، كلنا بنتاثر ببعض بشكل واعي وغير واعي. وعلشان كده هي قالت مصطلح الانتاجيه. الانتاجيه دي يعني العمل ما بيتسابش. قدمت فيلم ما، كتبت روايه ما، كتبت نص مسرحي، في الاخر في شخص غيري هيجي هينبش كده حواليا وهيقوم جاي مكمل اللي انا كنت بقوله، اتاثر باللي انا كنت بقوله، خد شويه افكار من اللي انا كنت بقوله. فده هيوصلنا في النهايه لما نلاقي ان عمرو سمير عاطف مؤلف مسلسل النهايه ان هو هيطلع لنا مسلسل بيتكلم عن الفضاء والخيال العلمي. ده ما يدينوش بشيء، بالعكس ده معناه ان احنا في تطور، حركه تطور. بس
بس هل ده يدين العمل؟ اصلا الموضوع ده ما يدينش العمل، ده احنا قاعدين متشوقين على نار، عايزه اشوف هيتعمل ازاي. ان فكره ده يتعمل عندنا في مصر لاول مره دي حاجه بديعه، خطوه صعبه. مش فارق معايا بشكل كبير ان هم اتاثروا بفكر غربي ولا لا، لان ده طبيعي وكلنا بناخد من بعض بشكل او باخر. قد ما انا عايزه اشوف ده هيطرح لي ازاي، هل هيتم تمصيره، نشوف ميدان التحرير، نشوف الاهرامات، ابو حيط، لا ده حبيبي انا، ونشوف بقى الشخصيات هتتكلم ازاي، طريقه تعاملاتها مع بعض هتبقى عامله ازاي، الاماكن اللي هم قاعدين فيها. يعني احنا شفنا من التريلر ان هيبقى في طبقتين، لسه احنا ما نعرفش اي حاجه وانا مش عايزه اقعد افتي، وكل ده هيكون قايم بمين؟ اكيد المخرج. صحيح، انتوا تعرفوا ان المخرج ده هو مخرج كلاب مافيا مافيا مافيا، انا قلت اقول لكم يعني لو انتم مش عارفين. والمخرج هنا هو ياسر سامي، وياسر سامي سبق له ان هو اخرج نسر الصعيد، وبرده كان مع محمد رمضان. هنشوف هيعمل ايه مع يوسف الشريف، احنا قاعدين مستنيين. عايزين نوجه تحيه يا جماعه للفيجوال افكت، يعني احنا عمالين نتكلم في المخرج ونتكلم في المؤلف وهننساهم، اصلا المسلسل بشكل كبير قايم عليهم. ربنا يجعل كلامي خفيف عليكم، شيروا الحلقه واعملوا سبسكرايب، شوفوا الحلقه القديمه واستنوا الحلقه الجديده. باي.